بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي، وبنشكركم على دعمكم لينا في الفترة اللي فاتت وعلى تعليقاتكم الجميلة والظريفة، وخصوصا تعليقات بعض الأهلاوية المحترمين والمؤدبين. نخش في موضوعنا النهارده. بنتكلم على مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكاس اللي هتكون يوم 5/6، يوم وقفة عرفة، وكل سنة وانتم طيبين. أنا عايز أشكر الراجل المحترم والعبقري اللي حط الماتش في الميعاد الهايل ده، في الميعاد الفظيع ده. حاطط ماتش نهائي الكاس اللي هو تاني أهم بطولة في مصر بعد الدوري يوم وقفة عرفة. ليه؟ عشان الجمهور يروح الماتش من المحافظات حسب بقى الاستاد اللي هيتلعب فيه، يبقى هو صايم مش قادر ياخد نفسه، وعشان اللعيبه تبقى يا عيني لسه هيفطروا الساعه 7:30 ولا حاجه، ويفطروا ويقوموا يلعبوا الماتش بعد الفطار. بجد اختيار عبقري واختيار جميل جدا، وان دل على حاجه يدل ان احنا عندنا ناس بتفهم قوي في الكوره وفي الرياضه. ومن ضمن النتائج الجميله بتاعتهم لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي كسب الدوري. هل الاهلي اللي كسب الدوري ولا بيراميدز اللي كسب الدوري؟ الاهلي احتفل وبيراميدز احتفل برضه، فده طبعا نجاح جميل جدا وحاجه بسم الله ما شاء الله ما بتحصلش غير عندنا في مصر. بطوله واحده ليها بطلين، الاهلي وبيراميدز. طبعا الناس بقى الاهلاويه هيقول لك يا عم لا الرسم الاهلي. انت ايه اللي ادراك ان ممكن المحكمه الرياضيه تطلع قرار ان بيراميدز هو اللي فاز ببطوله الدوري وبخصم 6 نقط من النادي الاهلي؟ عادي جدا، وساعتها يبقى الاهلي الاحتفال بتاعه ده ايه؟ وحاجه ثانيه غريبه حصلت في نهائي في اخر ماتش للدوري لما الاهلي كسب 6. امام عاشور بيحتفل بلقب الهداف، مع ان لسه الدوري ما خلصش. ما الزمالك هيلعب النهارده مع فاركو، ووارد جدا ان ناصر منسي يجيب هاتريك او يبقى يفوز هو ببطوله الدوري بلقب هداف الدوري. فسمك لبن تمر هندي ودوري الضحك. الاهلي معاه 45 بطوله دوري الضحك، وكلهم بسم الله ما شاء الله جايين بالحلال وجايين بطرق شرعيه وبمجهودهم وبعرقهم. يعني مثلا الجون بتاع حسن شحاته اللي اتلغى والاهلي كسب ببطوله الدوري عادي. والسنه دي بسم الله ما شاء الله الاهلي انسحب، قال لك معلش اصل النص عنده ظروف، فعادي مش مشكله 3 نقط. انما الزمالك 6 نقط كل سنه، 6 نقط 6 نقط. وبيراميدز قال لك لو بيراميدز انسحب من ماتش سيراميكا هيتخصم 6 نقط. فبصراحه انا بشكر الناس المحترمين جدا بتوع اتحاد الكوره على المجهود العظيم اللي هم عملوه. ومتنسوش تكتبوا لنا في التعليقات رايكم مين اللي هيفوز ان شاء الله، ومين تتوقعوا ان هو يفوز ببطوله كاس مصر. وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشاركوا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين المشتركين. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.